هل انت ممكن تتعلم انجليزي لوحدك وتبقى كويس؟ في الفيديو ده هتتعلم ازاي ممكن تتعلم انجليزي لوحدك، وايه الحاجات اللي انت لازم تحطها في بالك وانت بتتعلم انجليزي علشان تقدر تكمل الاخر وتبقى كويس. تابع معايا الفيديو ده للاخر عشان تستفيد كتير قوي. في بعض الخطوات اللي هقول لك عليها المهمه جدا، اللي لو انت مشيت عليها صح مستواك في الانجليش هيتطور من ليفل 1 لليفل 5 مثلا وانت بتتعلم لوحدك. اول حاجه لازم يكون عندك جول او هدف، وده يكون دايما قدامك وبتفكر فيه دايما. انت كل يوم لما بتيجي تتعلم انجليزي لازم تفكر في الهدف بتاعك، تقول انا عايز اتعلم انجليزي عشان عايز ابقى كويس جدا، عشان مثلا عايز اسافر، عشان عايز اشتغل في شركه كويسه، علشان عايز ابقى احسن من دلوقتي. فالجول دوت لازم يكون دايما في بالك. كل ما تيجي قبل ما تبدا كده تتعلم انجليزي تفكر في الجول بتاعك كويس جدا. طبعا في ناس كتير ممكن تبدا مثلا في الانجليزي وتتعلم مثلا يوم يومين او مثلا اسبوع ولا حاجه، وبعد كده يلاقي نفسه ان هو زهق، فهو ما يبقاش ان هو motivated. علشان كده انت لازم يبقى عندك motivation. طيب انت الموتيفيشن دوت هتعمله ازاي؟ لازم طبعا يبقى فيه بتحفز نفسك. حاول ان انت مثلا ما تزهقش، طبعا ما تستعجلش عشان الاستعجال غلط جدا. تلاقي مثلا نفسك ان مستواك بيتحسن سنة بسيطة كل مثلا شوية، فانت تزهق تقول انا مش هعرف اعمل حاجة، مش هوصل لاي حاجة، فتزهق فتبطل. بلاش تعمل ده. دايما حاول ان انت تموتيفيت يور سيلف او تحفز نفسك علشان تكمل للاخر. طبعا اللي هيساعدك في ده اكتر هو التكنيكس. في طبعا تكنيكس انت بتعرفها وانت بتتعلم، والتكنيكس ديت بتبقى حاجات من خلالها انت بتشوف طرق تخليك دايما مستمتع وانت بتتعلم. يعني مثلا اتفرج مثلا على فيلم مثلا انا بحبه وابدا اتعلم منه عن طريق مثلا ان انا اشغل الانجليش سبتايتلز. ابدا مثلا ان انا اردد مثلا كلام، اكرر مثلا جمل عادي، اخد مثلا اكسبريشنز او حاجات مثلا من طبعا جيمز، مثلا لو انت بتحب الجيمز، فيديو جيمز او افلام او مسلسلات، وتبدا ان انت تستخدم الحاجات اللي انت اتعلمتها فيها، وتبدا ان انت طبعا تستخدمها في حياتك العامه. طبعا البعد عن الطرق التقليديه مهم جدا جدا جدا. مش هو ان انا اقعد مثلا عايز اتعلم فاقعد مثلا احفظ كلمات كتير، احفظ لي مثلا 500 كلمه في اليوم، 500 اكسبريشن في اليوم، اقعد احفظ 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 وخلاص كده انت هتزهق ومش هتكمل، وهتلاقي نفسك ان انت ما بتتطورش اطلاقا. فانت حاول ان انت تشوف تكنيكس او طرق تخليك دايما entertained او مستمتع وانت بتتعلم. طبعا اهم نقطه في النقاط دي كلها هي نقطة البراكتس. practice makes perfect، وده معناه ان انت لازم يكون عندك حد براكتس معاه طول الوقت. في ناس بتقول انا ممكن اقعد مثلا اكلم نفسي في المراية. يعني انا مثلا اجيب المرايه مثلا واقعد اكلم نفسي، اعمل نفسي مثلا انترفيو، اقعد مثلا اقول لنفسي حاجات وارد على نفسي. دي طبعا طريقه تعتبر تقليديه مش هتوصلك لحاجه. فانت لازم تبراكتس مع حد مثلا يكون الليفل بتاعه او مستواه اعلى مثلا منك شويه. فانت مثلا تبدا تتكلم انت وهو ما تقول مثلا حاجه وهو مثلا هيرد عليك، فانت مثلا هتغلط فهو هيصحح لك. هيقول مثلا حاجه جديده فانت هتقول له دي معناها ايه، فهتتعلم منه فهتكرر. طبعا البراكتسنج حاجه مهمه جدا جدا جدا. علشان كده في الكورسز بتاعتنا انت بتبراكتس معايا دايما طول الوقت، فدايما بتتكلم معايا ودايما بتلاقي الاخطاء بتاعتك كلها بتتصحح. ممكن طبعا تسيب لي كومنت لو عايز تسال عن الكورس. طبعا انت ممكن تلاقي الحاجات دي كلها، انت مثلا واحد بتزهق تقول مثلا انا بزهق، ما مش عارف انا هكمل ازاي، او مثلا ممكن امشي شويه بعد كده ابطل. فطبعا انت حاول ان انت تعمل الموضوع ده على الاقل مره واحده في الاسبوع. لازم ان انت تعدي على الانجليش على الاقل مره واحده في الاسبوع، علشان ما تحاولش ان انت تضغط على نفسك او تعمل لود على نفسك، فمثلا تلاقي نفسك زهقت فتبطل فتوقف خالص. طبعا دي مرحله خطيره جدا لو احنا وصلنا لها. فانا لازم ان انا على الاقل يعني قول مثلا لنفسك ان انا بعمل حاجه مش بحبها قوي، او حاجه مثلا مش ممتعه اطلاقا، وان انا بتعلم حاجه فانا بعملها مره واحده في الاسبوع. فانت حط مثلا التارجت ده قدامك وحاول تمشي عليه. طبعا زي ما قلت لك لو انت عايز حد دايما يساعدك ويحفزك ويعلمك ويبراكتس معاك طول الوقت، ممكن طبعا تسيب لي كومنت هنا، وممكن تشترك في الكورسات بتاعتنا. طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تتعلم البريتش انجلش ببلاش على اليوتيوب.
ويجي لك كل الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد.